السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا سمر من مطبخ وصفات سمر حسين، ودي قناتي. لو لسه مش مشتركة انزلي اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس، وما تنسيش اللايك والكومنت الحلو بتوعك. وقبل ما نبدأ في وصفتنا لازم ندعي لأهلنا في غزة ان ربنا ينصرهم نصرا يتعجبوا منه اهل السماوات والارض. وصفتنا النهاردة هي كنافة خلية النحل، غيرنا مفهومنا عن الكنافة. يلا بينا نشوف الطريقة. عندي 3 معالق كبيرة من السكر العادي، وعليهم 4 معالق كبيرة من النشا، وعليهم معلقة كبيرة هرمية من الكريم شانتيه البودر. هننزل عليهم بكوبايتين من اللبن وكوباية من المية، وأقلب كل المواد اللي انتوا شايفينها دي مع بعض، وارفعهم على النار لغاية ما توصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. انا عايزة قوامها كده، هنسيبها تبرد تماما. انا عايزاها باردة علشان قوامها يتماسك. ويلا بينا نحضر الكنافة. عندي كنافة هنا متجمدة من الفريزر، انا كنت حطاهم في الفريزر، بس انتي عادي ممكن تستخدمي كنافة طازة. وكده فتتنا الكنافة، شايفين السرعة بقى. عندي كنافة هنا بعد ما فتتها، عندي معلقتين من السكر البودر، هنزل بيهم كده، وعليهم كوباية من السمنة. لو لقيتيها محتاجة سمنة تاني ممكن تضيفي معلقتين. كمية الكنافة هنا كيلو الا ربع، انا استخدمت هنا كيلو الا ربع. هبتدي اقلب الكنافة وامزجها ببعضها كده شويه عشان السمنه تمتزج في الكنافه كلها. عندي قالب مدهون بالسمنه، اديني دهنه محترمه كده علشان خاطر تطلع لونها محمر وحلو من تحت، لان احنا مش هنقلبها، احنا هنسيبها بالشكل ده. عندي طبقه كده، انا هفرد الكنافه وهحاول اعمل جوانب للقالب. يعني انا علشان هحط الكريمه لازم اعمل للكنافه جوانب، علشان خاطر الكريمه تبقى في النص. انا مش عايزاها تسيح على الجوانب علشان خاطر ما تتبهدلش معانا. حاولي كده تعملي طبقه سميكه من الكنافه من تحت في الارضيه بتاعه الصينيه، علشان طبعا لما هنحط الكريمه هنعمل رشه خفيفه كده بالكنافه، يا دوب نداري بيها شكل الكريمه، علشان هنعمل الكرات بتاعه الكنافه. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. ادي الكريمة بعد ما بردت طبعا حصل لها تكتلات كده، فاحنا بالمضرب كده، المضرب اليدوي، هنبتدي نقلبها كويس عشان تبقى ناعمة. زي ما انتوا شايفين الحواف اللي انا عملتها في الصينية عملت عازل ان الكريمة تروح يمين وشمال، وشايفين بعد ما جمدت بقت متماسكة. هو ده القوام اللي انا عايزاه علشان ما تطلعش بره الصينية وتتبهدل. تمام، شايفين كده انا بحاول قدر المستطاع ان انا اداري شكل الكريمه، بس انا بحاول بس اعمل طبقه رقيقه كده من الكنافه. نيجي بقى للكرات اللي هنعمل بيها شكل خليه النحل. عندي اصغر معلقه في الاكواب المعياريه، اصغر معلقه انا هستخدمها. تمام، اضغطي كده كويس جدا علشان تطلع باشكال متساويه. هنخلص كل الكميه دي وندخلها على فرن مسخنه مسبقا على درجه حراره 180. تمام، على الرف الأوسط. هتاخد حوالي يعني ممكن نص ساعة في الفرن. تمام، هنخلص كده وندخلها على الفرن. ادي شكلها بعد ما خلصت، دخليها الفرن. اوب، طلعت بالشكل ده. وطبعا بعد ما تخرج من الفرن هنسقيها بالشربات. للأسف هو المقطع ما تصورش، بس بنستخدم كوباية مية على كوباية سكر وعليهم عصرة نص ليمونة، هنستخدمهم نسقي بيها الكنافة. احنا مش عايزين شربات كتير علشان احنا عايزينها مقرمشة شوية. تمام، هنقطعها مع بعض بالشكل ده. طبعا ممكن تقدري تعمليها في صينية مربعة، مش لازم صينية تكون مدورة، ممكن تعمليها في صينية مربعة علشان لما تيجي تقطعيها تطلع مظبوطة معاكي كويس. تمام، تعالي نجربها كده. طعمها خطير يا جماعة، طعم الكنافة مع القشطة رهيبة. وبعد كده القشطة هنا عندي اقتصادية جدا، ما فيهاش ولا قشطة بنشتريها من بره ولا كريمة لباني ولا اي حاجة، هي كلها بس لبن. وكمان ما عملناهاش بكلها بكمية لبن، لا احنا عملناها كوبايتين لبن وعليهم كوباية مية. والطعم اللي نقل الكريمة في حتة تانية خالص هو معلقة الكريم شانتيه اللي احنا حطيناها. لو كنتي وصلتي معايا لنهاية الفيديو بقى، ما تنسيش اللايك والكومنت والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وما ننساش ندعي لأهلنا في غزة ان ربنا ينصرهم نصرا يتعجب منه اهل السماوات والارض. السلام عليكم.